السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل شوية محشي كده مع بعض. حاجة كده بصوا وهم. اتمنى ان كنتوا تجربوه. بصي يعني عملنا كده شوية ورق عنب وشوية كرنب كده. وفي الاول كده وريتكم شوية البتنجان على الفلفل على الكوسة. طعمهم كان زي العسل. وعملنا ايه جنبهم؟ عملنا شوية عملنا كده وراك مشوية حلوة جدا، سهلة وبسيطة، وبصوا كان طعمها حلو جدا. اتمنى ان كنتوا تجربوها. لو انت اول مره تشوفيني بقى لايك وشير وسبسكرايب للحياه احلى مع غدا عشان يوصلك مني كل جديد. هنا دي الحاجات دي اللي كنا جايبينها من السوق مع بعض. تمام. كنت جايبه الخضره نضفتها بس حطيتها في كيس في التلاجة من غير ما تتغسل. برضو الحاجات اللي قورتها معاكم دي برضو كنت مقوراها وحطها برضو في التلاجة من غير ما تتغسل في كيسه. تطلعي تغسلي بقى على طول وتظبطي حالك. لو شلتي الحاجات دي بالذات مغسوله، لا يعني ايه، لا مش بتبقى حلوه. شيليها كده مش مغسوله. ولما تطلعي يبقى ظبطيها بس نضفيها، يعني حاولي انك انت تنضفيها. يعني انا كنت منضفه الخضره. كنت مقوره البتنجان والفلفل والكوسه. تمام. هنا بقى جبنا كده بقى البصل عشان نبتدي بقى ننضفه. ونبتدي ايه نعمل الخلطه. وحطينا ايه في الحله الحمراء دي؟ حطينا ميه ورق العنب. تمام عشان نسلق ورق العنب. هننضف هنا بقى كميه البصل حسب ما انت بقى عايزه. براحتك خالص، انا مش عارفه الكميه اللي انت هتعمليها ايه هي. تمام. هننضف بقى البصل كده ونظبطه. ونبتدي بقى ايه وانا واقفه كده يعني ايه بتنضف البصل. وفي نفس الوقت بغسل الخضره، افتح الميه تتنقع شويه وابتدي اصفيها وهكذا لحد ما احط فيها شويه خل. واشطفها واصفيها. وتبقى زي الفل وجاهزه معانا. تمام. بصوا بقى هنا بتكلم في ايه حبايبي؟ انا هنا بتكلم في ايه؟ في ان انا حاجتي جاهزه، خضرتي موجوده متنضفه وجاهزه على الغسيل على طول. انا مقوره المحشي. مقوره البتنجان والكوسه والفلفل مظبطاهم. عامله محضرات طماطم وضربها بالهاند بلندر. إيه كل حاجه عندي في التلاجة. فبصوا فبيبقى المحشي قد ايه سهل عليكي. عامه اي حاجه تكوني هتعمليها وجاهزه عندك في التلاجة هتبقى الدنيا متظبطه. هنا ملينا الطبق ده اللي هو عامل زي العجان ده، مليناه ميه بملح. وغسلت الحاجه بتاعتي كويس، الخضار بتاعي كويس، وابتدي انقعهم فيها لحد لما اخلص ايه الخلطه. تمام. اول باول كده بغسل حاجتي عشان ابقى جاهزه على طول. الدنيا يعني المطبخ متظبط. تمام. انا كنت نقع الخضره بخل وشطفتها بقى واسيبها بقى كده تنشف شويه تصفي ميتها. هنا هخرطها احطها في المصفى دي. بصوا هخرطها كده في المصفى تصفي ميتها لحد ما ايه اعمل الخلطه. تمام. انا بحب اخرط الخضره بالمقص. وانتي براحتك خالص. هنا بتقول لكم باي باي سلمى، احنا خلاص خدنا اجازه نص السنه. الفيديو ده كان المفروض ينزل لكم امبارح بس ما حصلش نصيب. تمام. لايك وشير بقى وسبسكرايب للحياة احلى مع غدا. لو انت لسه ما اشتركتيش معانا بالله عليكي ما تنسيش تشتركي بكلمة الاشتراك وتفعلي جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هنا كانت خلاص المية غليت، حطيت عليها عصرة ليمونة كاملة. ونزلت عليها بورق العنب. تمام. انا كنت هنا شايلاه ني. بصوا بقول لكم اخضر زي ما هو. لفاه في ورق استرتش، جايباه غسلاه سبته يتصفى خالص. لفيت الكميه اللي انا عايزاها فرق استرتش. وطلعته على الميه على طول. ده بالنسبه لي انا احسن من اللي بيتشال مسلوق. تمام. وبراحتك برضو بس ده بيديكي نتيجه افضل كانه طازه بالظبط. سوري. هنا بقى ايه شطفت الحله دي ورجعتها تاني عشان اعمل فيها الخلطه. نزلت بقى هنا بقى الكبه بتاعتي كده هضرب فيها كميه البصل اللي انا عايزاها. كميه البصل بتاعتك حسب اللي انت هتعمليه، انا مش عارفه انت هتعملي قد ايه. تمام. هنزل برضو بكمية الزيت. انتوا عارفين طبعا ان المحشي بياخد كمية زيت وفير عشان يطلع منك مفلفل وحلو. هنزل بكمية البصل كلها الا زي كده مثلا كمية كده زي البصلاية. هركنها على جنب هقولكوا هستخدمها في ايه. خلاص شوحته وخد لون. هنزل عليه بنص معلقة توم كبيرة. توم يا غدا والله جربوه طعمه تحفة تحفة تحفة. هنزل عليه كده بكبشة خضرة بتدي برضو لون كده للخلطة. وبتطلع كده الريحة العطرية بتاعة الخضرة تحفة. هنزل برضو بالطماطم وهخلي برضك زي نص كوباية كده. احط بقى كزبرة وكمون وفلفل اسمر وملح. انا مش بستعمل اي بهارات مش معروفة في المحشي. انا بحب المحشي يبقى على طبيعته، محشي زمان بتاع امي وامك وجدتي وجدتك. مش بحب بقى ولا سبع بهارات ولا بهارات محشي ولا الحاجات دي كلها. تمام. بعتذر جدا عن صوتي. نزلت بقى هنا بقى ايه بالخلطة ونزلت عليها بالرز.
دي بقى نص كوبايه الطماطم اللي انا شايلاها، ودي كميه البصل انا برضو كنت شايلاها. بتدي تست حلو قوي قوي. اتمنى ان كنتوا تجربوا الطريقه دي، والله هتاكلوا احلى شويه محشي. هنزل بقى كده ببقيه الخضره. انا خلاص الرز خلى الخلطه ساقعه، فمش هخاف ان الخضره تسود ولا حاجه. هنزل بقى كده بمعلقتين صلصه وشويه نعناع. اصل المحشي بتاعي بحب النعناع جدا في المحشي. هقلب بقى كويس جدا. هنا الرينج لايت كان، بصوا هو لونه تحفه، بس الرينج لايت كان ظلمه. بصوا هنا بقى ده اللون بقى الحقيقي بتاع المحشي، احمر وجميل مظبوط، لا طماطمه ياما ولا قليله. هنا بقى كان اخر كيس كرنب عندي متفرز. هنعمل بقى طازه الايام اللي جايه دي. لما نعمل محشي هنبقى نعمله طازه، مش ما عنديش متفرز خلاص. اللهم لك الحمد، بارك الله فيما رزق. نعمل بقى جديد. بحبه كده رفيع، ما بحبش المحشي التخين. بحبه كده رفيع كده، وتلف كده وتضغطش على الورقه كده وانتي بتلفيها. تمام. هنا كنت خلاص خلصت الكرنب، وادينا اهو بحشي البتنجان. بصوا بقول لكم هنا انا مش بملاه قوي، علشان خاطر يبقى متهوي كده وحلو. والكوسه برضو نفس القصه، برضو مش بملاها قوي. هي لما بتستوي الرز بيستوي بقى، هو بينفش كده مع بعض وبيملى الكوسيه. هنا برضو الفلفل تمام زي الفل، وبغطيه وشايفين الجمال، بيبقى شكله حلو جدا. هنا طبعا كنت بستعين بصديق يحشي معايا. انتوا عارفين بقى الولاد في المدارس، فاستعنت بصديق هنا. بصوا هنا بقى ورق العنب برضو تحطي كده الرزايه كده من الرز كده مفروض متكوروش في مكان، عشان تطلع منك بصوا حلوه كده وزي الفل. هياخد شكل الورقه لما انتي تفردي الرزايه. تمام. هنخلص كده ورق العنب بسرعه، ما خدوش معانا وقت والله، وكانوا حبه محشي زي العسل. مش عايزه اقول لكم يعني الف هنا وشفا على اللي كل، واتمنى ان كنتوا تجربوه. تمام. هنا بقى كنا خلصنا. تعالوا بقى نتبل الفراخ، لان انا بعد اشتريت الفراخ متاخر. تمام. هنا نزلنا ببصلايه كبيره، 2 من الطماطم، نص معلقه من الثوم صغيره، معلقه صلصه، 7 بهارات، ملح، فلفل، كزبره، بابريكا، زيت، معلقه كبيره من الخل. هنضرب بقى الكلام الجميل ده كله كده في الكبه بنص كوبايه ميه، معلقه سكر صغيره مش كبيره. تمام. نضرب بقى ده الكلام الجميل ده كله لحد ما بصي يبقوا عاملين كده زي العصير. تمام. نجيب بقى البايركس بتاعنا. هنا انا عملت 6 وراك، لكل واحد ورك. تمام. خلي بالكم يا جماعه، نعمل كده الحاجه على قد الحاجه غاليه والله، يعني ربنا يعيننا كده، والله المستعان. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين، لان بجد الحاجه غاليه جدا. ربنا يا رب يسترنا، يعني بجد ربنا يسترها. نزلت هنا بكل كميه الخلطه كده، فتحت الجلد ونزلت فيها الخلطه كده بعد ما شقيت بالسكينه، وابتدي كده اوزع الخلطه الجميله دي، وهلف بورق قصدير. وكنت مولعه الفرن على درجه حراره 200، ومنزله الشبكه على اخر رف تحت. تمام. هنا بس رشه كده من الزعتر، برضك بستعمل زعتر باب الشام حلو جدا. تمام زي الفل. هغطيه بقى بورق قصدير، كنت مولعه على الفرن مثلا قبليها كده ب10 دقايق، وابتدي ادخلها لما يستوي اعري القصدير واحمره من فوق الوش. والحمد لله. دي اللي انا عملت فيها الخلطه، حطيت فيها ميه المحشي، واحده مرقه خضار. دي مرقه خضار يا جماعه. ودي الميه اللي فاضت من الخلطه حطيتها برضو تدي لون وطعم، شويه ملح شويه فلفل. واللهم لك الحمد على كده. هنبتدي بقى نسقي المحشي. ادي ورق العنب ما شاء الله اللهم بارك. بص ما خدش معانا وقت ولفه زي الفل. حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها، يا دوبك بس كده انا هاخد وهزها كده. تمام زي الفل. وهنزل بطبق واغطي الحله واحطها على النار. وهنا برضك الكرنب نفس القصه. ونهز بقى كده الحله عشان نتاكد ان الميه نزلت كلها، واغطي برضو كده بطبق، واغطي الحله واحطها برضو الناحيه التانية. وهجيب بقى البتنجان والكوسه والفلفل زي الفل ما شاء الله. فات حبه رز، بقول لكم حشيت طماطمتين، فات شويه رز كده، يعني اعمل بيهم طب ما عنديش حاجه، رحت عامله كده طماطمتين قلت حرام. هنا بقى هنحط كميه الميه، وتمام زي الفل. هنولع بقى كده هنغطي قصدي كده ونسيبها. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك. وادي المحشي. هقرب لكم الكاميرا دلوقتي، قرب يا كاميرا اهي بصوا.
ما شاء الله. بصوا اللهم صل على النبي، الله اكبر. شايفين ما شاء الله قوة الا بالله. تعالوا بقى نطلع باقي الفراخ من الفرن. وده كان غدانا، واللهم لك الحمد زي الفل. ما تنسيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. واشوف وشكوا على الف خير وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.